أهلا بكم من جديد. إليكم التفاصيل. في يومه الثالث من زيارته للجزائر أرض الشهداء، قام الشيخ وسيم يوسف بزيارة للمسجد الجزائري الأعظم ببلدية المحمدية بالعاصمة، وهو أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا والثالث عبر العالم بعد الحرمين، حيث تعرف على التحفة الإسلامية المميزة التي ستحتضنها الجزائر من خلال عرض لفيلم تعريفي بالمسجد وكل ما يتعلق به من معاهد ومكتبات ومختلف منشآته. ولقد أهدي الشيخ مخططا تعريفيا بالمسجد الأعظم تذكارا بزيارته هذه. الشيخ وسيم يوسف استغل زيارته في الصعود إلى طوابق المسجد الذي يحوي أطول منارة مئذنة في العالم بطول 265 مترا. التغطية لإسماعيل محبوب ووليد مهاجري. يحتوي المجمع يمكنها مع تغير الفصول أن تفتح على علو طابق، خالقة بذلك تعاقبا عموديا جميلا للظلال على الواجهة الخلفية. المركز الثقافي والمكتبة ودار القرآن في الجهة الجنوبية للحديقة مجمعا يحتوي على مساحات يعني بالطيارة اللي بالطيارة يجبر اختيار موفق، بحر وجو في محطة هليكوبتر. بداية أسعدني المسجد جدا، لأن يعني خصوصا قصة المسجد كما أخبرتيني ماذا كانوا أرادوا البناء عليه. وأهل الجزائر عندهم إباء عجيب، وبنوا على أرض خططت لاستهداف الجزائر وإفريقيا، بنوا عليها مسجد لاستهداف من يريد بالإسلام شره ولنشر الهوية الجزائرية عبر البحر. يعني الشعب الجزائري ذاق 130 عام من محاولة إخفاء الهوية، الآن أصبح في هذا المسجد يصدر الهوية الجزائرية. وثاني حاجة أعجبني أن المسجد مو فقط عبادة كما يظن الناس، تظن خلاص مسجد عبادة، لا، وجامعة ومكتبة، احتواء لمن يريد هذا أن ينهل من هذا العلم. وهذه فكرة أتوقع رائعة، وعلى الحكومات أن تخطو هذه الخطوة الطيبة المباركة. سابقا نحن تعودنا الحكومات مسجد وتنتهي الأمر، ويترك من يريد هذا التعلم والتفقه في الدين للأفكار الظلامية وأصحابه إلى النهاية. فالآن لا، أصبحت الدول تنتهج نهج أن تعال إن أردت عبادة وأيضا نحتويك علما. وأمر آخر، المسجد هذا يعني ثالث أكبر مسجد في العالم، فالجزائر سبقوا من سبقهم، الله يجزيهم الخير ويرفع قدرهم. وهذا شرف لي بزيارة هذا المسجد. وأنا كخطيب جامع الشيخ زايد اللي هو أكبر مسجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أقول لهم رسالة من جامع الشيخ زايد: نحن على خطاكم، جزاكم الله خير والله يرفع قدركم، وحنا بعد وأنتم نفس الهدف، ما يختلف الهدف. وهذا تشريف لنا ولكم أن نكون يد واحدة في محو الفكر الظلامي، محو التطرف، نشر الوسطية الذي الآن تحتاجه الشعوب الإسلامية كافة. الله يجزيكم خير ورفع الله قدركم. وأشكر المهندسين القائمين، يعني هم ليس فقط يرشدون الناس المعروف بل يصنعون المعروف كبناء مسجد. الله يجزيهم خير ويرفع قدرهم، وإن شاء الله هذه صدقة جارية لكم إن شاء الله. تفكر في يوم من الأيام أنك تقوم بمحاضرة في هذا المسجد إن شاء الله؟ هذا شرف لي، والأمر يرجع لشعب الجزائر. من جهته أكد الشيخ وسيم يوسف أن إنشاء مسجد الجزائر الأعظم يعكس تبني الجزائر لمنهج الوسطية والاعتدال، مثنيا على السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكذا القائمين على هذا الصرح الإسلامي الفريد من نوعه. قدرة أو بخبرة وجودة وسعة أخلاق المهندسين المشرفين
على المشروع، والطاقة الشبابية ما بين أختنا مروة والثاني وين وسعاد وأختنا الفاضلة خوجة يعني المشرف العام وأخونا. يعني سعدت بهم على قدرتهم على يعني شاب عرب أو شباب العرب والعقول العربية لما تشرف على هذا الأمر، على بناء إسلامي وصرح إسلامي. وعلى فكرة بعد 100 سنة أو 200 سنة هذا سيصبح نقول بناه الأجداد ونفتخر به. فهؤلاء هم من غرسوا هذا الشيء الطيب. والكادر النسائي وجوده أيضا يعني تنقلك أننا نحن أمة لا تموت. أسأل الله عز وجل أن هذا المشروع يتقدمه في يوم القيامة ليشفع له بإذن الله. يعني من قاوم من أجل بناء هذا المسجد لرفع اسم الله عز وجل شانه، وقاوم الجميع من أجل أن يرفع اسم الله عز وجل شانه، سيرفع اسمه رغم أنف الجميع. فالله يجزي الخير ويرفع قدرك.